السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. سؤال دايما بينطرح في التعليقات أو في أي منشور أنا بنزله أو في معظم المنشورات اللي أنا بنزلها بخصوص الطيور أو الحمام وكده يعني. أنت ليه ما بتكتبش السعر على العام؟ طبعا مبدئيا كده عشان أتكلم في فرد حمام مش ب10 ولا ب15,000، لأ أنا هتكلم في فرد حمام ب5000 جنيه. طبعا أول ما تتكلم في جوز حتى ب5000 جنيه بلاش فرد. طبعا اللي هيخش هلا يقولك ليه يا عم هو بيبيض دهب؟ طب ما انا اشتري معزة، اشتري جدي، اشتري خروف، اشتري قرد. يا عم كل الكلام ده ما يخصنيش والله، مش ذنبي والله، دي في الاول وفي الاخر غية. انت حابب تربي حاجة كويسة هتدفع، ما انتش حابب وحابب حاجة شعبي يا عم انت حر. هاتلك حمام للاكل جوزين وريح دماغنا ودماغك. انما انت هتكتب لي في التعليقات هو انت ليه ما بتكتبش السعر على العام، وانت اساسا مش هتتقبل السعر. دي اول نقطة. معظم يعني مش عاوز اقول اللي بيعلقوا بنسبة 90% مش فاهمين في المستوى. كلهم ممكن يكون حابين الحمام وحابين ان هم يربوا، بس فاكرين الاسعار رخيصة شوية. فطبعا اللي بيفهم ممكن تلاقي 10% ده بالكتير كمان. عشان تتكلم في جوز حمام ب10 ولا ب15 ولا ب20 ولا ب30 أو أكتر أو أقل. طبعا مفيش حد هيتقبل الأسعار دي أو نصها أو ربعها. فطبعا احنا بنريح دماغنا نكتب، يعني معلش اللي هيخش هيكلمني على الخاص أو يكلمني فون هيبقى فاهم في المستوى على الأقل تقدير يعني، عشان يريح دماغنا ودماغه. يعني لذلك أنا بقول كلام خاص أو فون. انت طبعا ما انتش فاهم في المستوى ما تتكلمش، ما تخشش. حابب تخش من باب ان انت تطلع وتبقى عندك فكرة والكلام ده كله على دماغي، انما تخش تقول لي ليه؟ طبعا دي مش بتاعتك انت، كل واحد حر. انت حر تشتري وانا حر ابيع بالسعر اللي انا عاوزه بدل الحاجة تستاهل السعر ده. انت ما انتش فاهم، دي مش بتاعتي. يعني يا ريت الناس تفهم. انت كمان خدها قاعدة، انت ما بتفهمش في المستوى بلاش منه. انت حابب تخش في موضوع تاني، موضوع ان انت تربي للاكل والشرب والكلام ده كله، لا يبقى انت تنزل السوق احسن لك، تختار من السوق او تختار من حد انت عارفه. بس فهي دي النظرية يعني. فانا حبيت انزل الفيديو ده بس عشان الناس تفهم ليه احنا ما بنكتبش السعر على العام. والسلام عليكم.